صباح الخير، صباح القاهرة، صباح الأحد من أمام البورصة المصرية. أحييكم، معكم حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أطلعكم عما حدث في البورصة في أسبوع من التداولات وما نتوقعه في أسبوع جديد من التداولات. رمضان كريم أولا. طبعا في خلال جلسات شهر رمضان هي بتتسم بالهدوء النسبي. احنا ابتدينا شهر رمضان يوم الخميس وده كان نهاية أسبوع. في الأسبوع الماضي كان في تباين في أداء المؤشرات. المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة طفيفة 35 من 100% ليصل لمستوى 50667 نقطة. المؤشر السبعيني كان فيه انخفاض قوي 1.58 من 100% ليصل 12726 نقطة. وعلى الرغم من كده ربح رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ووصل لمستوى 3.3 تريليون جنيه. كان في مبيعات من قبل المتعاملين الأجانب والعرب مقابل مشتريات من قبل المتعاملين المصريين. بلغ إجمالي قيمة التداولات 542 مليار جنيه. استحوذ السندات على 89.8% والأسهم على 10.39%. كان قطاع العقارات هو المتصدر المشهد بنسبة تداول 3.4 من 10%. يلي قطاع البنوك ب 2.6 من 10% ورعاية صحية ب 2.7 من 10%. طبعا خلال جلسات الأسبوع وصل المؤشر إلى مستوى تاريخي، كان وصل لغاية 52500 نقطة ثم ابتدى في الانخفاض ده لعدة عوامل: إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية مرة أخرى، جني الأرباح، وكمان المخاوف من التصعيد في المنطقة بسبب يعني ما تم الحديث عنه ما بين أمريكا وإيران. طبعا في جلسات الأسبوع كان في تصدر للمشهد للعديد من القطاعات. كان في تكوين محافز شرائية جيدة لأن كان في الإعلان عن نتائج الأعمال للعديد من الشركات. طبعا قطاع العقارات العديد من المطورين العقاريين عاملين مبيعات جيدة جدا بتنعكس على زيادة الإيرادات وبتنعكس على توزيعات الأرباح إن شاء الله. طبعا كان في قطاع خامل نوعا ما هو الرعاية الصحية والأدوية، ابتدى ان هو يبقى متواجد كقطاعات المتصدرة المشهد وعمل ارتفاع وتواجد في المنطقة الخضراء، وكان ثالث قطاع للتداولات في خلال جلسات الأسبوع. خلال جلسات الأسبوع كان في مشتريات من قبل المتعاملين الأجانب، ولكن في آخر جلسات الأسبوع أو بالإجمالي هم توجهوا ناحية البيع بصافي مبيعات، وده بيرجع لإعادة الاستثمار والتدوير السريع للعديد من المحافظ. في خلال برضو جلسات الأسبوع الماضي كان في ارتفاع لسعر الدولار مقابل الجنيه، وكان السبب في كده الاتفاقيات ما بين روسيا وامريكا لاعاده الدولار الى وضعه مره اخرى، وده اللي زود سندات الخزانه الامريكيه لمده 10 سنوات بنسبه 4% خلال جلسات الاسبوع. طبعا في خلال جلسات الاسبوع كان تم الاعلان من قبل وزاره الماليه عن سند المواطن. هطلعكم عن هذا السند لانه يعتبر من بدائل الاستثمار الجيده بالنسبه للمتعاملين الافراد. هو هيبقى متواجد في البريد من اليوم، بس لازم يكون عندك حساب بريدي عشان تدخل فيه. هو الحد الادنى 1000 جنيه، الحد الاقصى 10000 جنيه. وممكن ان انت تكتتب فيه بيديك عائد 17 و75 من 100%، وهو عائد دوري بيتصرف كل 15 في الشهر. اسألوا عنه لانه بديل جيد وبتنوع الدولة في المصادر التمويل الحكومي وهو مضمون من قبل الدولة. اما بالعودة الى مؤشرات البورصة مرة اخرى فانا متوقعة في جلسة الأحد الهدوء النسبي يسيطر على الأداء وعلى التداولات، لأن احنا طبعا في شهر رمضان المبارك وقت التداول متقل الساعة. ولكن لو في أخبار إيجابية، لو في اهتمام من قبل صناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمصرية لتكوين مراكز شرائية، احنا ممكن نشوف تحركات جيدة في المؤشرات وفي الأسهم، وده يدفع المتعاملين ان هم يركزوا مع الجلسة مرة أخرى. عموما أنا متفائلة جدا وشايفة ان الاتجاه الصاعد هو الغالب على أداء المؤشرات، ومستنيين قمة تاريخية جديدة بإذن الله. كان معكم أمام البورصة المصرية حنان رمسيس، ورمضانكم كريم.